السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو ان شاء الله كده نسمي الله ونذكر الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ان شاء الله النهارده بقى الفيديو بتاعنا خلصنا دورة الفراخ البيضة بتاعتنا. طلعت البوكسات، قلنا بقى ايه، نهد حيلنا شوية، ننظف البطاريات عشان الدورة الجديدة لازم طبعا تتطهر كويس جدا. طلعت البوكسات، طلعت البطاريات، البطارية ديت والبطاريات التانية الطويلة اهي، ماشي. طلعتهم كده، شلت الكهرباء من التانية. هحاول اعمل دي من غير ما اشيل الكهرباء وربنا يستر بقى. تمام. طلعت ارفف السبلة، طبعا بنشيل اللي عليها كله، برضو هنغسلها بمية وكلور ونطهرها. البوكسة برضو كده بمية وكلور ونطهرها. اي حاجة استعملناها في الدورة تتغسل كويس بمية وكلور. تمام. ادي الاوضة خلاص بقت فاضية، طبعا عايزة تتظبط. الحاجات دي كلها عايزة تتظبط وتنضف كويس جدا جدا جدا. تمام. فربنا المستعان كده ان شاء الله. نظبط الدنيا كده وربنا يعيننا ويقوينا عليها. غير كده كمان انا ضابحه بطايه كده وهعملها برضو كمان وانا شغاله. يعني انا هخلص البطايه الاول. بطايه مسكوفه يا جماعه، وزنها بسم الله ما شاء الله، يعني داخله على 2.5 كده، بس قلنا نذبحها كده. هذبحها وبعد ما اخلصها ان شاء الله ننضف كل ده تنظيفه حلوه كده، وهنمسح ونطهر. وكمان طبعا الفرش اللي كنت برضو مغطيه بيها، استنى اوريكي برضو الفرش اهي اللي كنت برضو مغطيه بيها البوكسه دي كلها هتتغسل برضو، تتغسل كويس جدا بميه وكلور وبريل والحاجات دي، وعشان تبقى نظيفه للدوره الجديده. بعت الفراخ بكام يا ام مريم؟ طلعت الفراخ على كام؟ طلعت الاول الاهالي والحبايب وكده، طلعت على 69 وطلعت على 70، بس طلعت اكترية الفراخ على 69. موازين قد ايه؟ الموازين كانت معايا 2 كيلو، من اول 2 كيلو لحد 2 كيلو و800. تمام. ال 2 كيلو و800 ده كانت الديوك، انما البرابر كانت 2 كيلو و2 كيلو وربع، في الحدود دي. تمام. آه ربنا يكرمنا ان شاء الله الدوره الجايه على خير، وربنا يعوضنا خير ان شاء الله الدوره الجايه. بس مش عارفه لسه، زي ما قلت لكم انا هجيب فراخ لرمضان لبيتي، مش عارفه بقى هجيب للبيع ولا لا. ربنا ييسر الامور باذن الله. طبعا الدوره دي ما كانتش مربحه جدا بالنسبه لي، بس الحمد لله ربنا رضاني، الحمد لله رضا. وان شاء الله هعمل لكم دراسه جدول 10 كتاكيت عشان اللي عايز يجيب لي شهر رمضان ان شاء الله. ربنا يعني ان شاء الله يعديها على خير كده باذن الله. كمان طبعا انا ما قدرتش ان انا اخلص كل كميه الفراخ اللي عندي بيع للناس اللي حواليا، فاتبقى معايا قفصين او قفصين ونص كده، قفصين. القفصين دول طلعوا لمين؟ لتاجر يعني واحد فاتح محل. انا الاول اتصلت على السمسار، لقيته يا جماعه هياخدها مني ب66 جنيه، 66 جنيه للكيلو. طبعا هتبقى خساره جامده جدا بالنسبه لي لما تطلع بالسعر ده. اتصلت على واحد واتنين، لقيت برضو يعني ايه السعر برضو في الحدود ديت. طيب جات لي فكره ايه بقى؟ طب ما انا اروح على طول لصاحب المحل، بدل السمسار اللي بيشيل قصه الفراخ ده، اتصل على صاحب المحل ذات نفسه واشوفه هياخد مني بكام. اتصلت عليه فعلا، قال لي ماشي هاخد منك على 67. قلت له لا، مشيه على 68. وفعلا رضي ومشيناها على 68 جنيه للكيلو. ما تقوليش الجنيه والاتنين جنيه هيعمل معاكي ايه، لا هيعمل لما يكون معاكي إيه ما شاء الله، إيه كمية فراخ. لا الجنيه هيعمل والاتنين جنيه هيعمل. الجنيه في الكيلو يفرق معاك في عدد الفراخ، والاتنين جنيه كمان هيفرقوا معاكي في عدد الفراخ اللي معاكي. الحمد لله طلعتهم له، والحمد لله ربنا رضاني. ان شاء الله ربنا يرد الكل يا رب، ويرزقنا رزق حلال يا رب في اي حاجه بنتاجر فيها، طالما ماشيه بما يرضي ربنا. ان شاء الله ربنا هيكرمك ان شاء الله ويعوضك خير في حاجه بعديها ان شاء الله باذن الله يا رب. ييسر الامور للجميع يا رب. ان شاء الله بقى اخلص البطايه على خير كده ونبدا نظبط الدنيا. اي نعم هناخد وقت على ما ننضف كل الحاجات دي. استنى بس يا نور. هناخد وقت على ما نخلص كل التنظيفات ديت، تاخد لي بتاع ساعتين وزياده كمان على ما انضف كل ده ومسح وتطهير وكده. بس ربنا هيعيننا ان شاء الله ويقوينا، طالما نيتنا خير ان احنا
بننضف حاجتنا ان شاء الله ربنا يعيننا عليها. يلا اتنشط كده، اللي وراها اي حاجه يقوم يعملها كده وتنشط. ربنا يعيننا يا رب على بيوتنا جميعا، ويرزقنا رزق حلال منها يا رب. ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناه، لو اول مره تدخلي على القناه اشتركي فيها ان شاء الله باذن الله تعجبك وتلاقي فيها معلومات حلوه ليكي. يلا ما تنسونيش بقى باللايك، لايك 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 لأم مريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.